السلام عليكم ورحمة الله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. مرحبا بكم معايا فيديو جديد ووصفة جديدة، وكنتمنى من الله هذا الفيديو هذا يلقاكم في أحسن الأحوال وأموركم طيبة. اليوم إن شاء الله غادي نتقاسم معكم هذا الفقاس، هذا فقاس بلدي باللوز والزرارع، كيجي من آلة وأروع ما يكون من السم، كيجي مقرمش وناجح من أول تجربة. كما كتشوفوا اللون ديالو كيحمق محمر بحال من برا بحال من الداخل. ان شاء الله غنشارك معكم جميع الاسرار باش ينجح معكم من اول تجربه. وإلا عجبكم هذا الفيديو هذا فضلا وليس امرا ما تنسوش انكم تبارطاجيو مع الاهل والاحباب، ما تبخلوش لي بواحد جيم للتشجيع. وما نطولش عليكم، دوزوا الوصفه مباشره. بسم الله على بركه الله. غنحتاج 3 الحبات ديال البيض يكونوا درجه حراره المطبخ، رشه ديال الملحه، وغنحتاج كاس ديال السكر سنيده، واحد الكاس ديال الزيت ناقص 1 سنتيم العبار بالكاس ديال العنبه، وغادي نحتاج واحد 4 كاس ديال المزهر. صافي وغادي نخلط. من بعد ما ضفت المزهر غادي نخلط بالبرا ميكسور حتى كينسجموا ليا المكونات، ما كيبقاش هذاك الزيت مجموع. المهم كيبان في الجناب، مكونات كاملين ينسجموا. عندي هنايا واحد 2 معالق كبار ديال الزنجلان بلدي منقي مزيان، وعندي ملعقه كبيره ديال النافع حتى هي منقيه. عندي هنايا كاس ونص ديال العنبه ديال اللوز، وبالنسبه للوز كيبقى على حسب الرغبه، ممكن تنقصوا شويه من الكميه وممكن تزيدوا شي شويه اللي بغيتو. بالنسبه للوز راه غير مسحته فقط، ما رقدته في حتى شي حاجه، عادي. صافي غير كنحرك هكا باش كينسجموا ليا المكونات. المهم راه بدلت الاناء لان هذاك البول الاول جاني صغير. هنا غادي نبدا نضيف الدقيق. بالنسبه لهذا الخليط هذا راه خدا ليا 5 ديال الكيسان، وقياس واحد الملعقه كبيره في الاخر. 5 ديال الكيسان، المهم تقريبا شي تقريبا شي 600 غرام. المهم نتوما عينكم ميزانكم دائما عبروا بالكاس ديال العنبه، واخا كاع يكون عندكم الميزان عبروا دائما. كما قلت لكم عينكم ميزانكم. انا غادي نوريكم القوام اللي خاصكم تحصلوا عليه. المهم الدقيق كنضيفوه تدريجيا، ما كنضيفوش دفعه واحده. المهم هنا في الاول انا راه ضفت تقريبا واحد تقريبا 3 ديال الكيسان دفعه واحده. المهم حيت عارفه القياس، حيت موافقه كندير هذا القياس، يعني بحال وليت حافظه القياس ديال الدقيق اللي كياخذ ليا هذا الخليط هذا. هنايا غادي نضيف الكاس الرابع. صافي دابا غادي نخدم بيدي، غادي نحيد سباتول هكا باش نتحكم في القوام ديال العجينه. المهم بالنسبه لهاد العجينه هذه ما دلكوهاش، غير كنجمعوها، غير كنلموها فقط، ما دلكوش باش العجينه ما تطلقش لكم الزيت. المهم هنا بالنسبه للكاس الخامس راه ضفت ليه غير نص، ضفت غير نص ديالو، والنص الاخر خليته من بعد حتى نشوف، حيت ثاني دائما كيبقى على حسب النوعيه ديال الدقيق. بعض المرات انا كنبدل النوعيه ديال الدقيق كل مره كيفاش، مره شي دقيق كيشرب، مره دقيق شي دقيق شي نوعيه اخرى ما كتشربش. وضفت انا واحد الخماره من فئه 8 غرام. صافي كنستمر هكا حتى كتجمع لي العجينه. غادي نديرها من غتجمع ليا، غادي نديرها فوق سطح العمل هكا كما قلت لكم باش نتحكم في القوام. انا راه جاتني مازال خفيفه. صافي وضفت هذاك نص كاس اللي كنت ما ضفتوش في الاول. المهم هنا لحد دابا راني درت 5 ديال الكيسان ديال الدقيق. صافي كنغسل يدي هكا باش نعرف اشنو كندير، لان ملي كتكون يدكم عامره بالعجينه الصراحه ما كتعرفوش القوام كيفاش داير. واخا العجينه كتقصح كتبقى تلصق ليكم، من الاحسن غسلوا يديكم. صافي كندير هنايا من بعد ما درت العجينه فوق سطح العمل وكنبقى ندخل بهذا الشكل هذا. نحاولوا ما ندلكوش، غير كندخلوا داك الفائض ديال الدقيق اللي مازال عندنا. هنا العجينه جاتني شويه مازال كتلصق في سطح العمل. راني درت واحد الرشه ديال الدقيق، يعني المجموع اللي خدا ليا هذا الفقاس هذا 5 ديال الكيسان ديال الدقيق الابيض، وقياس واحد الملعقه كبيره. المهم نتوما عينكم ميزانكم. من بعد كنشكل بودان بهذا الشكل هذا. بالنسبه كيفاش غادي تعرفوا واش
واش القوام هو هذاك ولا خاصو مازال دقيق. كنشكلو بودان كنحطوه فوق سطح العمل بهذا الشكل هذا الموضح في الفيديو. الا بان لكم البودان غادي نازل شي شويه بحال هابط بحال العجينه كتبدا سايحه، غادي تعرفوا باللي راه خاص الدقيق. الا بان لكم راه ثابت ما نازل ما حتى شي حاجه صافي راه القوام هو هذا. حاولوا ما تدخلوش الدقيق بزاف، الا دخلتوا الدقيق بزاف راه يتفرقع عليكم في الفران. صافي هنايا راه شكلت 3 ديال الكويرات، غندير انا 3 ديال البودانات. المهم عبرتهم غير باش يجيوني قد كل كره درت فيها 420. صافي كنشكل بهذا الشكل هذا. المهم نتوما بالنسبه للبنات المبتدئات يدكم الا كانت ثقيله ضروري تغطيو العجينه بالبلاستيك. انا الصراحه دغيا شكلتهم ما احتاجيتش كاع نغطيهم بالبلاستيك ولا شي حاجه. صافي كنشكل بهذا الشكل هذا. كنشكل بودان وملي كنبدا نشكل فيه راه كنخبطو مع سطح العمل كما كتشوفوا في لا فيديو. كنهزو ونخبطو مع سطح العمل باش هذاك اللوز يشد ليا بلاصتو، زائد ما يجيونيش فراغات في البودان. صافي كنشكل بهذا الشكل هذا الموضح، وضروري ما كنبركو عليه بيدينا بهذا الشكل هذا اللي شفتوا معايا باش كنخرجوا داك الهواء من الداخل. صافي وكنحط في اللاطه اللي فرشت ليها الورق ديال الخبز. ضروري كما قلت لكم البودان ملي تشكلوه هزوه وخبطوه مع سطح العمل واحد 3 ديال المرات هكا باش داك اللوز يشد بلاصتو. في نفس الوقت كما قلت لكم ما يجيكمش فراغات في الفقاس لداخل. وبركوا عليه هكا بيديكم هكايا، شدوه بيديكم بحال كتخرجوا داك الهواء ان شاء الله غيجيكم زوين. المهم من بعد هنايا ما شكلتهم كاملين عندي هاد الطاس هادي فيها ملعقه صغيره ديال القهوه سريعه الذوبان. المهم ديك الساشيه وضفت عليها واحد معلقه صغيره ديال الماء صافي وخليتها على جنب حتى دابت مزيان ديك نيسكافي. ومن بعد خديت اصفر بيضه وخديت ملعقه صغيره ديال الكاكاو. صراحه انا كيعجبني هاد اللون هذا كيجي غامق، داكشي علاش ضفت ملعقه صغيره ديال الكاكاو. نتوما الا كتبغيو غير مثلا نيسكافي تكتفيو غير بنيسكافي، كاكاو ماشي زعما ضروري غير على قبل اللون وصافي. صافي هنايا كندهن البودان. المهم راه كندهن 2 ديال المرات. المهم غندهنو المره الاولى كندهنهم ب3 وعاد كنعاود نرجع لاول واحد دهنتو كندير ليه الكوش الثاني. المهم نتمنى الشرح يكون واضح، غير جربوه راه ناجح 10000%. لا المقادير لا الطريقه كل شيء راه اسهل منه ما كاينش. صافي هنا خديت واحد الشوكه او فورشيط وكندير خطوط هكا باش كنزين. ولا بغيتو ترشوا عليه شويه ديال الزنجلان من الوجه ممكن. انا الصراحه اكتفيت هكا خليته عادي غير زينته غير هكا بالبيض فقط. صافي هنايا تفاديا باش نكون مرتاحه باش ما يتفرقعش ليا. هو ما كيتفرقعش ولكن انا غير احتياط ضروري كندير فيه ثقوب هكا باش كنفسو بواحد الكيردو. صافي دابا غادي ندخلو الفران. انا غادي نوريكم الطريقه ديال الطياب وخا الماء لان عندي الباكو ديال الفران في الباكو عندي ما فيش البوله. المهم عندي انا فران ديال الغاز صغير. هانتوما شوفوا اللاطه راه حطيتها في الرف الوسطاني والعافيه تحت من اللاطه مباشره. واللاطه راه غير خفيفه ديال الفرانين دوك العاديين ديال الالومنيوم. المهم دوك اللاطات العاديين والنار كتكون مهيله مقتوله. المهم انا ناقصه الساروت لاقصى درجه. صافي وكنسد الباب غير جهه وجهه نخليها محلوله. هانتوما سديت غير جهه وجهه خليتها محلوله لان الفران عندي هنايا صغير. هذا راه غير داك الزحاف التيفولي وكنجمع فيه السخونيه بزاف. صافي خدا ليا تقريبا واحد الساعه وربع، تقريبا شي ساعه وربع اللي خدا ليا. صافي حتى كنقلبو هكا من الجناب كيبان لي راه شد فراسو يعني صافي راه صح. حيت الفقاس راه خاصو يطيب نص طيبه متخليوش خضر، ضروري يطيب نص طيبه. النص ديال الطياب خاصو يطيبو المره الاولى باش ينجح معاكم باش ما يجيكمش معجن ملي تبداو تقطعوا فيه. الا خليتوه خضر راه كيجي بحال معجن ما عرفت كيفاش كيجي. صافي ملي بان ليا راه طاب نص طيبه كنهبطو لتحت كنخليه غير واحد شويه 10 دقائق هكا كيشد كيولي فيه واحد اللون ذهبي.
صافي وخرجته مباشرة هنايا كيما شفتوا معايا، غطيته بواحد السربيته نقية درت ليه البلاستيك، وعاوتاني غلفته بواحد القلع ديال البلاستيك، وغندير ليه تاني واحد المانطا كنزمت عليه مزيان. بالنسبه لهاد الزيف هذا راه ما سارد ما والو، سربيته عاديه. صافي غادي نخليه ليله كامله حتى الغد ديال الصباح ان شاء الله، عاد باش غادي نقطعو معكم. وهنايا في الغد في الصباح، الغد لي في الصباح هانتوما الشكل ديالو كيفاش، راه اللون ديالو كيجي ذهبي، يعني كما قلت لكم راه طيب نص طيبه، ما كنخليهش ابيض. وتاني ما تفوتوش فيه الطياب، الا فوتو فيه تاني الطياب اكثر من القياس راه غادي يبدا يتهرس لكم ملي تبداو تقطعوا فيه. المهم ياخذ هذاك اللون الذهبي صافي، وقيسو هكا في الجناب، يبان لكم ما بقاش كيتبون باق، راه كياخذ من ساعه حتى ساعه وربع في الفران ديال الغاز. انا فران ديال الضو ما عنديش، ما نقدرش نقول لكم كيفاش كيطيب فيه. صافي هنايا خديت هذا الكيتور هذا او موس حاد يكون ماضي، صراحه انا كنفضل هذا الكيتور هذا لان كيجيبو مقاد، وكنقطع بهذا الشكل هذا. المهم انا قطعت لان هاد البودانات راه درتهم غير صغار. كنقطع شويه مايل، بغيتو الفقاس يجيكم طويل بزاف كتزيدوا تميلوا شويه هكا الكيتور وكتقطعوا تقطيعه تكون مايله بزاف باش الفقاس كيجيكم طويل. انا كيعجبني هذا القياس هذا، ما كيعجبنيش كبير بزاف. هذا الشكل هذا راه ما كيتفرتت ما تشقق كيما شفتوا معايا، ما حتى شي حاجه، غير تبعوا هاد الطريقه هذه وحاولوا ما تكثروش ليه الدقيق. تبعوا النصائح وديك الطريقه اللي قلت لكم باش تعرفوا راه واش خاصو الدقيق ولا ما خاصوش ولا ما خاصوش. ان شاء الله غادي ينجح معاكم، راه ساهل ماشي شي حاجه صعيبه. شوفوا ما كيجيو لا فراغات لا حتى شي حاجه، بهذيك الطريقه اللي قلت لكم كتهزوا هكا البودان وكتخبطوه مع سطح العمل هكا كيخرج داك الهواء واللوز كيشد بلاصتو، ما كيجيوكمش فراغات. هذا الفقاس من الداخل ما كيجيش كله مثقب. صافي هنايا حتى كنكمل الكميه كامله صافي وكنديرو في نفس الوقت. دابا في هاد الطيب الثاني غادي راني كنسخن الفران، درت الفران يسخن على الاقل، خاصو يكون سخون واحد 10 ديال الدقائق صافي. وكنستف في اللاطه. شوفوا تبارك الله كيفاش كيجي. شفتوا الطياب راه شي شويه بحال داخلو الطياب زعما راه باش قلت لكم راه خاصو يكون طيب نص طيبه. صافي هذا هو التفرتيت اللي خرج ليا من البودان الاول، وحتى الاخرين بنفس الشكل، ما كاين لا تشقق لا والو، لا تهرس لا حتى شي حاجه. صافي هنا استفت في اللاطه وغادي ندخل. بالنسبه للطياب ديال المره الثانيه كنسخن الفران، كنشعل ثاني العافيه كنديرها شويه متوسطه، ما ديروش العافيه مجهده بزاف وما تنقصوش ثاني بزاف ثاني حيت غيبقى لكم تما كياخذ الوقت شويه. انا كندير النار شويه زايده، انا غايزه على مهيله، انا كنوريكم الطريقه ديالي هكايا. صافي حتى كيبان ليا راه بحال صافي راه تحمر، يعني غير في الرف الوسطاني بحال راه تحمر، كيبقى واحد شويه من الوجه. صافي وكنهبطو لتحت، العافيه كتولي على الوجه ديالو، ما كنشعلش عليه من الفوق ومن التحت، كنشعل غير من التحت صافي حتى كيتحمر. وكنقدموه بالصحه والراحه، وكنتمنى لا فيديو ديال اليوم ينال اعجابكم، وكنقول لكم مع فيديو جديد باذن الله. مع السلامه.